بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني منسوبي حرس الحدود، يسرني في هذا اليوم المبارك أن أشارككم هذه المناسبة في تخريج أول دفعة من قوات أمن الحدود الخاصة، وهذه قوة داعمة لجميع رجال الحدود في حدودنا البرية والبحرية. نعلق عليها آمال كبيرة في منع كل ما يسيء لهذا الوطن العزيز. إننا نتطلع إلى التوسع في هذه القوة بحيث تكون قادرة على تغطية جميع الحدود في جميع المناطق الحدودية. والذي يهمنا هو مستوى هذه القوة وقدراتها في أداء الواجب المطلوب منها أن تؤديه. والذي أود أن أقول في هذه المناسبة أنه تقرر لجميع القطاعات الأمنية أن يكون هناك تدريب مكثف، كل قطاع في مهامه ومسؤولياته، وسيستمر هذا العمل دائما، لأن رفع قدرات الرجل في هذه القطاعات أمر مطلوب، سواء في تعرفه على مهامه ومسؤولياته أو في لياقته الشخصية. نحن لسنا معذورين جميعا في أن يكون المستوى في أفضل مستوى يمكن يكون عليه رجل الأمن. فهذا الحقيقة سيتم بشكل عام كما قلت لجميع قطاعات الأمن. نحن نريد أن يكون هناك رجل أمن بالمعنى الصحيح يعتمد عليه بعد الله بأداء مهامه. نريد رجل أمن يجعل المواطن يطمئن إن أمنه بأيد قادرة، وهذا ما سيتحقق بإذن الله. كذلك سيتم إن شاء الله، وهذا ما تم إبلاغه للمسؤولين، في إيجاد ميدان رماية بالقرب من مدينة الرياض لتنشيط قدرات رجال حرس الحدود في هذا المجال. وسنعمل إن شاء الله كذلك لرفع مستوى هذه القوة بحيث تكون مجهزة بكل التجهيزات المطلوب أن تجهز به. إني أدعو الجميع باسم الواجب، واجبنا جميعا تجاه الوطن، أن نكرس في أنفسنا أننا وجدنا
من أجل خدمة أمن الوطن والمواطن، فكل جهد نبذله فليس كثيرا على أبناء هذا الوطن أبدا. فالحقيقة اللي أريد أن أقولها ولعلها تكون معلومة لدى الجميع، أن رجال الأمن يؤدون مهامهم في كل وقت، في كل زمان ومكان. أعمالهم مستمرة خلال 24 ساعة، ونحن نعرف جميعا أنه في كل أمر يكون معروف ماذا أمامك، وتهيئ نفسك على أساس الواقع اللي مطلوب منك أن تؤديه. ولكن بالنسبة لرجال الأمن فعملهم دائم، أما ما يواجهونه فهو غير معلوم، لا هو معلوم الزمن ولا المكان ولا الكيف. إذن هنا مطلوب الاستعداد في أقصى درجاته، لأن لا تعلم ماذا يواجهك، وهذا ما سيتحقق إن شاء الله. أنا أعرف أن المواطن يعلق آمال كبيرة على رجال الأمن، ولكني أعد المواطنين في كل مكان باسم جميع منسوبي الأمن من الجندي إلى أكبر رتبة أننا سنكون عند حسن ظنهم وتطلعاتهم، وإن شاء الله نكسب ثقتهم بأعمالنا وليس بأقوالنا. وشكرا، إلى مناسبة أخرى نلتقي فيها لتخريج شبابنا في كل المجالات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.